السلام عليكم. بعد جدل طويل جدا على اللاعب الكبير المتألق إبراهيم دياز اللي قدرات الجامعة المغربية لكرة القدم أنها تفتك هذا الأسد من المخالب ديالهم اللي كانوا باغيين بأي طريقة يكون معاهم. راه ضجة كبيرة في الإسبان على هذا اللاعب هذا اللي تستاهل في حق الله. لاعب كبير بالمهارات ديالو بالاهداف ديالو المارادونيه، كما شفتوا لاعب تألق في جميع الانديه اللي لعب معاهم. بدا مع السيتي، مشى للميلان، دار حاله في الميلان، جا للريال. حتى هي عاوتاني باهداف جميله ورائعه ومراوغات هائله. البوست ديال العشرة اللي المنتخب تتفتقدو من هذه سنوات، وغيكون اضافه كبيره للمنتخب المغربي. حنا كشعب مغربي دار هاد الخطوه هادي، حنا براسنا راه خونا، غنشجعوه غنستقبلوه كما جميع اللاعبين، لان راه كاين اللاعبين اللي كان عليهم ضغوطات كبيره وفضلوا المغرب. تحيه ليهم. ما نساوش حكيمي، ما نساوش حكيم زياش ندوز في هولندا الى عقلتو، كانت هو عليه واحد الضجه كبيره، ولكن قاوم وكان وتحدى كاع جميع داك الصحافه ديالهم والمدربين ديالهم، وقال لهم انا بغيت المغرب. ولكن الشعب المغربي حتى هو قبض فيه من وقع له غير الخلاف مع المدرب ديالو اللي كان معنا في الاول ديال خليل زيش. واخا هكاك حنا مغاربه اللي تيبغينا تنشدو فيه بيدينا وبسناننا، ما يمكنناش نفرطوا في واحد اللاعب اللي لاعب كبير وعطى المنتخب الشيء الكثير. تا ابراهيم دياز هو ولدنا وخونا، جا عندنا اختار المغرب. مرحبا به في بلادو الثانيه. هو داروا معاه ديك انترفيو، بغاو يحصلوا في الهضره ولكن ما لقاولوش كيفاش يديروا. هي داك الصحافي باش يجي من هنا جي من هنا، ولكن ابراهيم دياز تبارك الله عليه عنده واحد القدره على الكلام. يعني بصراحه ما زاد ما نقص. قال له انا الام ديالي اسبانيه، تنعيش في اسبانيا، تنبغي اسبانيا 100%، ولكن ما تنساوش بلي ان الجذور ديالي مغربيه وانا المغرب تنبغيها 100%. انا اختاريت القرار ديالي يعني بقلبي، ما اختاريتوش بشي حاجه واحده اخرى. اختاريت المنتخب المغربي بقلبي. قالوا له واش داروا معاك شي ابتزاز، واش قدموا لك شي حاجه؟ قال لهم لا، انا المغرب اختاريتهم شحال هادي، راني كنت باغي نلعب مع المغرب، ولكن كانت غير شي اجراءات ديال الاوراق ومسائل كده اللي تتعرفوا. بروتوكول معروف هو اللي كان عائق باش ما باش دياز ما التحقش بالمعسكر ديال كاس افريقيا اللي فات. وان شاء الله يكون في الخير على المنتخب ديالنا، ويعطي ويعاون المنتخب ديالو. حنا عاوتاني غنشجعوه، حنا موراه حتى اخر لحظه ان شاء الله. وكاس افريقيا غادي يكون في المغرب، اللي ان شاء الله تنتمناوه يكون كاس افريقيا ما يخرجش من المغرب، ويكون دياز واحد من اللعابه اللي غيهزوا هذا الكاس. رمضان مبارك وشكرا لكم.